الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أينما كنتم وجمعة مباركة للجميع. بعض الأسئلة توصلنا بها في الخاص نحاول نجاوب عليها بصفة عامة باش كلشي غادي يستافد إن شاء الله. السؤال الأول كيتعلق برخصة السياقة هنا بأمريكا. السؤال كيقول واش ممكن، اسمعني مزيان، كيقول واش ممكن ندوز البيرمي أونلاين وأنا مثلا مازال في المغرب، يعني مازال ما زدتش لأمريكا، واش ممكن ندوز البيرمي؟ هنا الجواب على هذا السؤال ما يمكنش، لا، ضروري خصك تجي للولايه اللي انت باغي تجي ليها، وخصك بعدا تجمع واحد المجموعه ديال الوثائق رانا كنت شرحتها لكم في واحد الفيديو عاد باش يمكن لك تمشي تدفع داك الوثائق في الدي ام في، وعطيك واحد الورقه بها كدوز النيت عندهم تما الكمبيوتر تيست اللي هو الكود. هذا فيما يخص واش ممكن ندوز رخصه السياقه اونلاين، يعني غير داك الكود اونلاين من البلد ديالي وانا مازال ما جيتش، يعني بصيغه اخرى نربح الوقت قبل ما نجي انا لامريكا ندوز بعدا البيرمي، فما يمكنش، ضروري خصك تكون حاضر هنايا. السؤال نيت الثاني متعلق بهذا برخصه السياقه، كاين اخوان اللي كيسولوا واش ممكن نسوق برخصه السياقه ديال المغرب او بصفه عامه واش ممكن نسوق هنايا بامريكا برخصه السياقه اجنبيه هنايا في امريكا. فجوابا على هذا السؤال، ممكن اذا كان عندك داك رخصه السياقه الدوليه كتسمى الاي دي بي ميبي انترناشونال درايفر بيرميت، رخصه السياقه الدوليه شي حاجه هكا، يمكن لك تسوق بها. اما اذا كانت عندك رخصه عاديه كنظن واقيلا بعض الولايات يمكن لك تسوق غير واحد المده ديال 6 شهور ولا مع سنه، بعض الولايات وقلالين، واقيلا غير شي 3 ولا 4 الولايات، اما باقي الولايات لا اظن ذلك. ضروري خصك دوز البيرمي ديال الولايه اللي انت فيها، هذا الشيء انا اللي عارف، ولكن باش نقول لك شي ولايه 100% تسوق بها يعني على طول لا، تكون غير شي مده قصيره، ولكن من الاحسن جيتي هنا راه دوز البيرمي ديالك وتخرج من باب واسعه بخير وعلى خير. صافي الاخوان، هذا فيما يخص رخصه السياقه. ندوزو للسؤال الموالي، بخصوص كنت هضرت لكم في واحد الفيديو على الحرفه واللغه، وجاونا صراحه في هذا الموضوع هذا اسئله كثيره بزاف. فالاخوان غير باش نختصر لكم، هو هانتوما غتفهموها لراسكم، يا ما احسن شنو هو الاحسن، تجي وجاي معاك حرفه ولغه، او لا تجي ما عندك لا حرفه لا لغه لا هم يحزنون، عندك ذاك البكالوريا ولا ذاك الدبلوم ديالك وجاي ما عندك حتى شي تجربه، او لا تجي عندك اللغه وما عندكش الحرفه، او لا تجي عندك الحرفه وما عندكش اللغه. دابا اختاروا غادي تفهموا راسكم شنو هي اللي احسن. وعلاش كنقول لكم اودي الا جبتوا معكم هاد الجوج معكم راه غتصوفي راسك هنايا في البدايه. بعدا اول حاجه ما غاتجلسش بلا خدمه لان عندك اللغه وعندك الحرفه. وهنا غير كنهضروا الاخوان على الحرفه غير باش نبينوا الاخوان، راه ما كنهضروش على الحرفه اللي كتستعملوا غير يعني اليدويه، الحرف اليدويه. راه دابا الحرفي راه كنخصو بهم كلشي، راه الحرفه تخدم بها بعقلك بيدك، يعني كتستعمل فيها جميع لي زورغان كما كنقولوا ديال الجسم ديالك. بالتالي نتوما عارفين ان دابا العالم راه عايش ومتجه لهذا الشيء ديال كلشي انفورماتيزي، كلشي ولا ديجيتال، كلشي ولا اونلاين، كلشي. اذا حاولوا تعلموا من غير الحرافي اليدويه اللي مثلا كنقصدوا النجاره، بلومبيت، ميكانيك الى اخره. كاين حرافي اللي كتخدمها بدماغ اونلاين، كلشي بالكمبيوتر. خلي الكمبيوتر تعلم، راه لا ما يتعلم الواحد، وسيرتو دابا يعني الوسائل متوفره، ما تقوليش ما متوفراش. يا ريت كون توفرنا هذا الشيء دابا ديال هاد السمارت فون وهذا الانترنت بهذا الشكل هذا، وبهذا كلشي دابا متوفر، زاد دابا بهذا الاي اي الى اخره. نتوما عارفين شحال الحوايج ولات دابا ساهل الولوج ليها، ماشي كيما شحال هذيك كنا كنعانيو، والناس ديال شحال هذه راهم عارفين شنو كاين. اذا الاخوان استغلوا هاد الظروف واستغلوا هاد الوسائل اللي متاحه ومتوفره لكم. يعني الا ما خدمتيش وما اجتهدتيش وما استثمرتيش في نفسك وفي السكيلز ديالك، راه عارف المشكل والله الا فيك انت اخي واختي. باش نكون معكم واضح، ما غاديش تبقى تهرب ليا تقول لي لا ما لقيتش، ولا ما عنديش، ولا ما الوقت ما عنديش، ولا ما توفرات ليش، ولا كذا، ولا ديك الاعذار التافهه والخاويه. راه غير حيدها من دماغك. يلا هادشي اللي كان الاخوان، تهلاو في راسكم. اللي عنده شي سؤال في هذا الاطار هذا يخليه لنا في التعليق. السلام عليكم ورحمه الله.